صحي عمير من النوم ودخلت عليه غلا تصبح عليه، فقالها فين الكرسي؟ فبصت له انها مش عايزاه، فقالها خلاص انا موافق انك في البيت ما تستعملهوش، لكن بره لازم كرسي متحرك. فقالت له خلاص ماشي، وخرجت وما خدتش بالها من الظرف الابيض. وكانت حلا بتلعب في غرفتها فدخلت عليها ندى، فخبت الموبايل بسرعة، لكن ندى كشفتها وقالت لها مش احنا قلنا بلاش الالعاب العنيفة دي؟ فقالت اعمل ايه انا زهقانة. فقالت لها انت كنت فين امبارح بالليل؟ كنت مع ابويا. فقالت لها لا انا كنت زعلانه من اللي حصل وقلت انام. كانت ندى شاكه انها اخدت الجواب، واتصلت غلا على يسرا وقالت لها عامله ايه، انا جايالك في الطريق عايزه حاجه اجيبها لك معايا. فقالت لها هاتيلي حلا شوكليت بس بدون كراميل. وقعدت جمانه تقول لجانا هي مامتك كانت بتشتغل ايه؟ فقالت لها كانت بيزنس وومن، وكان عندها شركتين، شركه تمور وشركه البان. فقالت لها طب ما تقولنا على اسمائهم عشان ندعمهم. فقالت لها تدعميهم؟ بقولك يا جمانة انا مش بحب حد يعرف خصوصياتي، وانتي فاهمة كده كويس. فبصت لها جمانة كده وقالت لها خلاص انا هروح دلوقتي. وفهمت جنى تقصد ايه، وراحت جنى النواف وكانت متضايقة جدا. فقال لها انا اسف لو كنت فهمتيني غلط وفهمتي ان انسان مو زين. فقالت له خلاص حصل خير. ووصلت غالة وقالت ليسرا انا كشفت وقالولي ان حالتي مستقرة، وانتي قالولك ايه؟ فقالت للأسف واضح ان حالتي مستعصية هيجربوا معايا علاج جديد. فقالت لها غلا خلي ثقتك في الله قوية، انتي بخير ما تخافيش. فقالت يسرا الحمد لله، ايه رأيك تيجي معايا السوق، في شيء عايزة اشتريه. فقالت لها غلا خلاص ماشي تمام هاجي معاكي. ورجع مشعل البيت وقعد يدور على شنطة الأقراص المخدرة، لكن تقريبا صاحبه سرقها. وبدت يسرا تتجهز وكانت فرحانة ان هي بتحط ميك اب، وخرجت مع غلا وراحوا محل ملابس وكانت أسعاره غالية قوي. وكانت يسرا بتقيس الفساتين كلها وهي عارفة انها غالية. وراحت منيرة تقول لأمل كلمت البنات؟ فقالت لسه، ممكن تكوني انتي حاسة كده غلط من ناحيتهم. فقالت لها لا انا متأكدة. فقالت لها خلاص انا هبقى اكلمهم. وكانت حلا بتتكلم مع واحد معاها في نفس الفريق اللي بيلعبوا فيه اونلاين، وقال لها ايه رأيك نتقابل؟ فقالت ازاي؟ فقال لها قولي لبابا وماما يجيبوكي في اي مدينة ملاهي ونلعب ونفرح مع بعض ونتعرف كمان. فقالت خلاص ماشي، لكن من صوته كان واضح انه كبير في السن مش طفل ابدا. وقاست يسرا الفستان وما عجبهاش ونادت على صاحبة المحل تقول لها انا عايزة الوان تانية لان اللون ده مش عاجبني. وراحت عملت نفسها بتكلم ابوها على اساس انها غنية بتتكلم بالانجليش. فبصت لها غلا باستغراب شديد. واستمر نواف يتأسف لجنى علشان تسامحه ويقول لها انت البنت اللي انا بتمناها، كل المواصفات اللي فيكي انا بحبها. وهي تضحك وفرحانة بكلامه مع ان انا حاسة انه بيضحك عليها. وكان عمير بيشرب قهوة مع ندى وامل، وقال لها فين جنى؟ فقالت خرجت مع اصحابها يكملوا بقية المحاضرات برا في كافيه، وحلا نايمة فوق. فقالت منيرة لعمير انا اسفة على اللي عمله مشعل. فقال لها انت مالكيش ذنب، من يوم ما عرفنا مشعل وهو كده بتاع مشاكل. فقالت له لا برضو انا السبب، وانا هبيع ذهبي كله علشان تسدد له المبلغ اللي هو عايزه. فقال لها عمير انا هدبر الفلوس. فقالت ندى ما فيهاش حاجة مادام عايزة تتحمل خطأها. فقال لها عمير اسكت يا ندى. فقالت منيرة ندى ما غلطتش، ولازم كمان اشتغل علشان اصرف على نفسي. فقال لها عمير موضوع الشغل انتي حرة فيه، لكن الفلوس انا هدبرها. ودخلت جنى وقال لها خرجتي مع اصحابك خلصتوا اللي وراكم؟ فقالت ايوه خلصنا كل حاجة. فقال الحمد لله. لكن جنى كانت بتكذب على ابوها. اما يسرا استمرت في قياس الفساتين لغاية ما اتقطع واحد منهم، وقالت لغلا هنعمل ايه دي مشكلة. فقالت لهم صاحبة المحل لازم تدفعي تمنه. فقالت بس هو كان مقطوع من قبل ما البسه. فقالت لها لا كان سليم. فقالت يسرا لغلا اجري. فجريوا برا المحل وجري وراهم الامن، بس عرفوا يهربوا منهم. واتصل نواف على جنى وقال لها نفسيتي تعبانه خالص ومش قادر اخد نفسي، ممكن نتقابل دلوقتي؟ فنزلت جنى تقول لابوها نسيت كتاب عند صديقتي وهروح اجيبه. فقال لها في الوقت ده خليكي بكره. فقالت جنى عندنا امتحان بكره ولازم اذاكر منه. فقال لها خلاص هروح اغير واوصلك. فقالت ما تتعبش نفسك انا طلبت سياره.
قال لها مستحيل تركبي لوحدك دلوقتي، يا وصلك يا اما مفيش خروج. فزعلت جنى ورجعت غرفتها. وصورت حالة نفسها قدام المراية وبعتتها للولد اللي بيكلمها وقالته تصور زيي بالظبط وبعتلي صورتك. ودخل عمير غرفته واخد باله من الظرف الابيض اللي محطوط على المكتب وفتحه وقراه وابتسم. وانتهت الحلقة على كده. انتظروني الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنسوش اعجاب الفيديو والاشتراك في القناة.